السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام عائشة من قناة عالم الطيور. اللي قدام حضراتكم ده سمان عمره 35 يوم. شايفين حيويته ونشاطه ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين السمان ما شاء الله. السمان ده انا مربياه من ان هو عمره 10 ايام، جايبه الواحدة ب10 جنيه. وما شاء الله يعني تربيته سهلة قوي، ما بيحتاجش مكان. ممكن لو بوكسة صغيرة في البلكونة مثلا او في اي مكان عندك تجيبي بوكسة وتحطي فيها على قدك بقى، تجربي الاول هتجيبي 20 مثلا، او حتى لو هتبدأي ب10. وما شاء الله تربيته سهلة، مناعته كويسة جدا. مش محتاج حد يكون عنده خبرة قوي في تربية الطيور عشان يربيه، لا يعني اي حد يقدر يربيه ما شاء الله. لو انت مبتدئة ما بتربيش طيور، ما عندكيش مكان، ممكن تربيه في البلكونة او في اي مكان صغير عندك. انا بجيبه عمر 10 ايام، بيبقى صغير برضو، يعني الواحدة ب10 جنيه، بيبقى صغير قوي. بحطه في البوكسة دي، بحط تحته وبفرش له لو في الشتاء بحط شكارة من اللي هي بتاعة العلف الفاضية، وبفرش له اي حاجة فرشة، يعني نشارة او تبن او اي حاجة متوفرة عندي. ده في الشتاء لان هو بيحب الدفا، بيبقى صغير قوي بيحب الدفا قوي. كده كده اصلا السمان بيحب الحر. لكن لو في الصيف ما بيحتاجش اي فرشة. يعني انا بربيه على الاسلاك دي اللي هي البلاستيك دي ما شاء الله سهله قوي في التربيه، يعني ما بتحتاجيش ان انت بقى ضائري فرشه او تحتاجي نشاره او تحتاجي تبن، لا خالص ما شاء الله. يعني الحاجات اللي هي البلاستيك دي، الفرشه البلاستيك دي ما شاء الله، الارضيات اللي هي ارضيات بلاستيك ما شاء الله موفرة جدا حتى في الفرشة، وسهلة في التنظيف. يعني في أدراج، شايفين الأدراج دي تحت الزرق بينزل من فوق، ما بيفضلش عندهم، يعني بيمنع عنهم أمراض كتير خالص ما شاء الله. دي فوائد التربية برضو على الأرضيات البلاستيك. أنا بفرش طبقة خفيفة بس من التبن اللي هو قدام حضراتكم ده، علشان يمنع بس ان الزرق يلزق في الأدراج، وعشان يمتص الرطوبة برضو، يعني بيبقى فيه رطوبة عشان يبقى سهل التنظيف، نعرف نشيله بسكينة المعجون او بأي حاجة متوفرة عندنا ان شاء الله. العلف اللي قدام حضراتكم ده علف تركيز 23% بادي، اللي هو اول مرحلة خالص في العلف. هو بيفضل طول الدورة ياكل علف ناعم، اللي هو ده ما بنغيرش له اي مرحلة خالص، لانه اصلا مش بيعرف ياكل الا الحاجة الناعمة اللي قوي. ما شاء الله شايفين حجمه. احنا بنذبحه مثلا على يكون 220 جرام 230 جرام الفردة يعني. ممكن انا بسيبها ما شاء الله بتوصل 300 جرام، بس لان انا بذبحه بعد ما يبيض ما شاء الله. هو بيبيض على عمر 40 يوم، من 40 واحنا طالعين، يعني من 40 فوق بقى 40 42 45 كده يعني. فما شاء الله تربيته سهلة قوي، اي حد مبتدئ يقدر يربي. مناعته كويسة، ما بيحتاجش علاجات خالص. يعني انا في اوقات بس ببقى احط له على العلف املاح معدنية، ده بس عشان يساعده في طلوع الريش. بس ما شاء الله حتى لو محطتش هو ما شاء الله كويس برضه. بحط له برضه كركم على العلف، كلها اعشاب طبيعية، ما بحطش حاجة بيطرية خالص له. بالنسبة للأرضيات اللي قدامكم دي، ما ينفعش يتربى عليها عمر 10 ايام، ما ينفعش لانها واسعة وهيقعوا منها، بيبقى حجمه صغير جدا زي ما قلت لكم. فبنجيب شكارة ونحط عليها التبن اللي هي الفرشة، تبن او نشارة. ولو مش متوفرة برضو بنجيب اللي هو ده اللي هو الشبك بتاع التحضير، زي ده كده، بيبقى الفتحات بتاعته صغيرة، فده بيبقى تمام قوي لهم ما شاء الله. يعني بيبقى برضو بيساعد ان هما ما ينكشوش في الفرشة اللي تحتهم، يعني بتبقى تربية على نظافة كده.
وما شاء الله. السمان ده بلدي اسود وابيض. تربيته كويسة جدا وسوقه برضو كويس، له زباينه، في ناس بتحبه قوي. بس السعر بقى على حسب يعني على حسب المنطقة اللي انتوا فيها. يعني ممكن يكون الجوز ب90 وفي ب100 وفي ب110، على حسب المنطقة اللي انتوا فيها وعلى حسب الناس بتحبه ولا ايه. يعني هو بدأ ينتشر الفترة دي قوي، الناس بدأت تربيه والناس بدأت تشتريه. الأول ما كانش كده، يعني كانت الناس يعني مش عارفاه قوي. فما شاء الله اللهم بارك، من أسهل أنواع الطيور في التربية. وفي العمر اللي هو عند 30 يوم بيبقى سهل قوي ان احنا نفرق الذكر من النتايج. وما شاء الله يعني بيبقى سهل، له طريقة وبيبقى سهل قوي. هبقى اعرفها لكم ان شاء الله في فيديو تاني. لو الفيديو عجبكم اضغطوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كان معكم ام عائشة في قناة عالم الطيور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.